عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل في فيديو جديد ونهار جديد. اللهم تقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. اليوم إن شاء الله باش نعمل معاكم لحمة بالتن، وصفة بنينة على الآخر وسهلة، وخاصة تو في شهر رمضان حاجة مزيانة وبنينة على الآخر. تابعوا معي الفيديو للآخر وإن شاء الله يعجبكم. كالعادة ما تنساش باش تحطوا لي لايك وكومنتير وتبارتاجوا الفيديو مع حبابكم وأصحابكم. وتو نبداو بعضنا في المقادير وطريقة التحضير. بالنسبه للريسيت نتاع اليوم باش نعملها بالاسكالوب دو دانت. خديت لهنا طروف اسكالوب باش نقصهم هكا صغار شويه، وحطيتهم طول في الطبق نتاع الفور اللي باش يطيبوا فيه. ولهنا توا بالنسبه للفحات اللي باش نستعملهم عندي مغرفه كبيره تابل، شويه فلفل اكحل، ملح، زعتر، زنجبيل وكركم. نحط الفحات فوق الاسكالوب ونحط عليهم شويه زيت وندخل اللفحات مليح مليح في الاسكالوب. بالطبيعه لهنا قبل ما نحط اللفحات نتاعي نقعد الاسكالوب في الخل والقارص مده. وتوا هنا حطيت لفاحات. بالطبيعه اذا كان عندكم وقت بزيت تنجموا تخليوه في اللفاح هذايا يتشرب مليح مليح في وقته. اذا كانكم مزروبين كيفي انا جوست لهنا راني حطيت لفاحات ومن بعد طول معناتها حطيته في الفور، ما خليتوش معناها وقت. اما هو قد ما تخليوه في اللفاح نتاعو راه قد ما يجيكم ابن وياخذك من اللفاح هذاك الكوب بالكدا. توا لهنا كملتهم بالكدا بالكدا، فركتهم بك اللفاحات مليح، دخلت فيهم لفاح باش نحطهم على جنب ونمشيو نحضروا الحشو. لهنا شويه زيت زدتو، حسيت اللي شويه زيت ناقص زدت شويه باش نحطها على جنب ونحضروا مع بعضنا الفارس. اول حاجه لهنا خديت شويه معدنوس، لهنا كسمت 3 كعبات عظم، زاد كيف باش نحط العظم. عندي التن بالطبيعه اساسي في الريسيت نتاعنا هي لحمه التن، مع اكيد باش يكون فما التن. لهنا عندي جبن موتزاريلا وعندي الكبار. اما الكبار باش نحطو زينه من الفوق، مانيش باش نحطو في الوسط، خاطر الصغار ما يحبوش الكبار. هكا جوست الكعبات اللي باش ناكلوهم احنا حطيت فيهم الكبار، وبالطبيعه باش نلموه بالعظم الني. نجموا تستعملوا اي نوع متاع جبن تحبوا عليه، نجموا راهو تتفنوا في الجبن اللي تحبوا عليه وتحطوا اللي تحبوا عليه. لاني حطيت كعبه العظم الاولى باش نفوح بشويه فلفل اكحل وشويه ملح. هذا هو الفاح، ما تستحقش برشا تفويح. ديجا الاسكالوب خاطر مفوح مليح مليح، الحشو ما يستحقش باش تحطوا له برشا فاح. هذاك الكباري اللي قلت لكم عليه. وهذيك عندي سلطه مشويه باش نحطها زاده في اللحمه متاعي، لان حسيت اللي الحشو متاعي ناقص عظم، زدت كعب عظم اخرى. يجيكم طبق به على الاخر هذايا في شقان الفطر. ان شاء الله تعملوها، الحق حاجه بنينه على الاخر، سورتو تو في رمضان شويه مع شوربه مع طرف هذايا اسكالوب مع سلطه، ما شاء الله مع تطبق باهي بالكدا، مع تصحين باهي ويقنع ويشبع بالكدا. لاني خديت السلطه مشويه نتاعي باش ندهن كل مرسوم نتاع اسكالوب بشويه سلطه مشويه. راهو تنجموا تستغنيو عليها المرحله هذه، اذا ما تحبوش تعملوها تنجموا ما تعملوهاش، هي فيها اضافه تعمل نكهه بنينه واضافه بنينه. اذا كان ما عندكمش سلطه مشويه وما تحبوش تعملوها تنجموا تستغنيو عليها، كيف تجيكم سدا حاجه بنينه بالكدا. وتوا باش نحط الحشو نتاعي فوق كل مرسوم نتاع اسكالوب، باش نحط شويه من الحشو هذاك اللي عندنا. شيخوها بالحشو معناها، ما تعملوش شويه، حطوا بالكدا هكا كميه بنينه نتاع حشو. ولهنا بالروسيت هذه راهو تنجموا تعوضوا البريك، معناها تنجموا نهارتها ما تعملوش بريك وتنجموا تعملوا الاسكالوب. معناها نتصور انا يعوض البريك خاطر فيه الحشو فيه كامل معناها. تنجموا تستغنيوا على البريك نهار اللي تعملوا الوصفه هذه. كملت لهنا باش نحط الحشو نوزعه بالكدا بالكدا فوق الطروف اسكالوب. لقيت لهنا الحشو مازال شويه، قلت برا خلي نكملوا فوق منهم خير من اللي يقعد لي هكا. قعدت نحط فيه وكا. هذا توا الكبار باش نحطه في الكعبات اللي مش بشكلهم الصغار. نجموا زاده تحطوا راهو الزيتون، بالحق يبنن على الاخر الزيتون. واخر حاجه بالطبيعه باش نحط جبن موتزاريلا باش يذوب لي من فوق هكاك من بعد ويعطيني هكا بنه بالكدا بالكدا.
لهنا حطيت شويه ماء في الجناب، شويه على الاخر معناها جوست هكايا شويه. وندخلها طول الفرن. الفرن بتاعي بالطبيعه سخنته على درجه عاليه، ما خذتش مني 25 دقيقه، ما خذتش معناها فيسا فيسا طاب. وكاو هذه الاسكالوب نتاعي بعد ما حضر. ريسيت سهله فيسا فيسا تحضر كيما شفتوا، خفيفه على الاخر، حاجه مزيانه وبنينه وتحضر فيسا فيسا. ان شاء الله عجبتكم الوصفه نتاع اليوم، وان شاء الله تجربوها يا ربي. ما تنساوش باش تخليوا لي كومنتير مزيان وتبارطاجيو الفيديو مع حبيبكم واصحابكم. وتم بقى لي كاش نقولكم بالسلامه وفي امان الله. نتلاقى معكم ان شاء الله فيديو اخر ووصفه اخرى. ما تمشوش لبعيد. بسلامه.